السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي السادة المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة. وحلقتنا النهاردة هي تكملة سلسلة حلقات كل اللي عايز تعرفه، السلسلة اللي بنتكلم فيها عن المسلسلات اللي هيتم عرضها خلال الموسم الرمضاني 2026. وخلال الفترة الأخيرة اتكلمنا عن عدد كبير من المسلسلات، تقدر ترجع على القناة هتلاقيهم بالترتيب وتتفرج عليهم براحتك. وجايين النهاردة في حلقة جديدة ومسلسل جديد جايين نتكلم عليه، والمسلسل اللي معانا النهاردة وهو واحد من أهم المسلسلات المنتظرة خلال الموسم الرمضاني، واحد من المسلسلات اللي عليها تركيز كبير جدا جدا، لان المسلسل بيناقش قضية مهمة جدا وكلنا مهتمين بيها جدا، وهو مسلسل صحاب الارض. المسلسل اللي هيناقش احداث هتدور من الواقع في قطاع غزة، المسلسل اللي هيناقش القضية الفلسطينية والحرب على غزة، المسلسل اللي جايين نتكلم عليه في حلقتنا النهاردة. فكل اللي عايز تعرفه عن هذا العمل هو ده اللي احنا جايين نتكلم عليه في حلقتنا النهاردة. قبل ما نبدأ الحلقة ما تنساش دعمك ليا، تعمل لايك، تشترك في القناه، تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وجديد. معاكم اخوكم اسلام، ويلا بينا نخش في الحلقه على طول. مع ان كل اللي خدوهم فلسطينيين واحنا وقفنا ما عرفناش نعمل حاجه. هذا مفتاح الباب الخشب الكبير. سامع؟ مش سامعش. مفيش قص. بسم الله. هو مسلسل اصحاب، هي مش اصحاب الارض، مفيش الف، هي صحاب الارض. قبل ما نتكلم عن اي حاجه تعال الاول نتكلم ونتعرف على ابطال وصناع العمل. والمسلسل بيضم كل من مع حفظ الالقاب للجميع: اياد نصار، منة شلبي، وعصام السقا، وكامل باشا، ادم بكري، طارق عبود، وساره يوسف، كيرا يغن، وديانا رحمه. وطبعا مسلسل صحاب الارض من تاليف عمار صبري، وتطوير السيناريو والحوار لمحمد هشام. وطبعا مسلسل صحاب الارض من اخراج بيتر ميمي. والمسلسل بيتكون من 15 حلقه، وهيتعرض على قنوات اون ودي ام سي والحياه ومنصه واتشت وعلى القاهره والناس برضه. ودلوقتي بعد ما اتعرفنا على ابطال وصناع العمل، تعالوا دلوقتي نخش في قصه واحداث مسلسل صحاب الارض. طبعا زي ما قلت ان المسلسل بتدور احداثه في وقت الحرب على قطاع غزه وعلى اخواتنا هناك، واللي هنشوف فيها تتقاطع حياه طبيبه مصريه مع رجل فلسطيني عشان تبدا رحله قاسيه من الصمود والبقاء، وتتجلى فيها معاني الأمل والإنسانية وسط الدمار والموت. كادر طبي جاي من مصر، ما تقتلوناش. في غزة الموت أوقات بكون مكافأة. انت ممكن يبقى اقرب حد ليك موجود في امان مكان ويموت وما تعرفش تعمل له حاجه. ويستعرض مسلسل صحاب الأرض معاناة الشعب الفلسطيني من أجل البقاء والبحث الدائم عن سبل الأمان والعيش في سلام وسط مجازر وحشية يرتكبها الكيان الصهيوني. ووسط كل الصراعات دي هنشوف إن المسلسل هياخدنا في إطار تاني، وهو إطار درامي إنساني مؤثر، قلب العدوان على قطاع غزة. إحنا بننبات، إحنا مش في حرب حتى مع الناس سلاح نحارب فيه. ما شفتيش ام ميته وهي حاضنه عيالها؟ دار عمك كله مستشهد ويابا مش ضايل غير يوم. وهنشوف خلال الاحداث حكايه حب استثنائيه هتنشا وسط الحرب. حاسس ان احنا هنشوف فلسطيني واللي هيكون قايم بدوره هنا اياد نصار، وان الشاب ده هيكون بيبحث وسط الركام والدمار والعدوان على ابن اخوه المفقود. تعمل له حاجه. كله مستشهد ويابا مش ضايل غير يوم. وخلال رحله البحث دي هيقابل الطبيبه المصريه رحيمه اللي هتكون قايمه بدورها منة شلبي. ومنة شلبي او رحيمه هتكون دكتوره متطوعه في مستشفيات قطاع غزه. كادر طبي جاي من مصر، ما تقتلوناش. ما شفتيش ام ميته وهي حاضنه عيالها؟ اللي هتقابل خلال احداث اياد نصار، واللي هنشوفه بيقاوم الاحتلال، بيقاوم العدوان ورحله البحث على ابن اخوه. وخلال الاحداث برضه هنشوف عصام السقا اللي هيكون قايم بدور سواق عربيه، اللي هي عربيات النقل اللي بتدخل قطاع غزه وبتدخل مساعدات. فعصام السقا هنشوف ان هو هيكون واحد من السواقين دول. وشفنا المشهد اللي اتشهر او اتعرف قبل كده لما في سواق مصري او السواقين اللي بيدخلوا مساعدات لما حاولوا يخشوا، وشفنا ان اللي ما يتسموا دول وهم متجمعين حوالين العربيه وبيمنعوها من الدخول. فبنشوف نفس المشهد ده بيتعمل في مسلسل صحاب الارض. فعصام السقا واحد من السواقين اللي هنشوفهم ايه قصته وايه حكايته، ايه اللي هيعمله خلال الاحداث. خلاك انت تعيش عشان تكمل معاه، ما يمشيش السكه لوحده.
مات واللي استشهد واللي طار واللي انقطع واللي فكروا انه بيقدروا علينا. انا هان من زمان قبل الحرب قاعد. انا يومين واتكلم فلسطيني لعلمك. زي ما قلت ان مسلسل اصحاب الارض هيقدم قصه حب هتتولد في قطاع غزه ما بين طبيبه مصريه ورجل فلسطيني في قلب العنف والدمار. حبك لإخلاء هذه المباني، بس ضلينا نحاول. مع انه كل خطوة فلسطينيين واحنا وقفنا ما عرفناش نعمل حاجة. هذا مفتاح الباب الخشب الكبير. سامع؟ مش سامعش. مفيش قص. وان المسلسل واحداثه مستوحاه من الواقع على الارض، اذا يتحول الامل الى سلاح ويصبح البقاء على قيد الحياه شكلا من اشكال الانتصار. فكروا انه بيقدروا علينا. انا هان من زمان قبل الحرب قاعد. انا يومين واتكلم فلسطيني لعلمك. إخلاء هذه المباني، بس ضلينا نحاول. مع انه كل خطوة فلسطينيين واحنا وقفنا ما عرفناش نعمل حاجة. هذا مفتاح الباب الخشب الكبير. ودي الحياة اللي بيعيشها أهلنا في قطاع غزة، فربنا يرحم شهدائهم اللي هم شهدائنا برضو وينصرهم بإذن الله، وربنا معاهم ويصبرهم على أهلهم اللي استشهدوا خلال الحرب، ويصبرهم على حياتهم والمعيشة اللي هم عايشين فيها، وبإذن الله تكون مرحلة وتعدي ويعيدوا بناء بلدهم من تاني بالكامل بإذن الله. الحرمة بين ذا المخلوق صعب السلاح كالطير ما حالجك ضربته في وبس دي تعتبر القصة والأحداث أو كل حاجة ممكن تبقى عايز تعرفها عن مسلسل أصحاب الأرض، واحد من المسلسلات اللي هتفرج عليها وبشدة، لأن احنا عندنا الأعمال من النوعية دي قليلة جدا جدا. كان في عمل السنة اللي فاتت بس ما أعتقد إن هو مش فاكر اسمه، بس ده البوستر بتاعه مش فاكر اسمه، بس هو كان في دياب وكان برضو بيناقش القضية الفلسطينية، بس حتى الصراحة اتفرجت على حلقتين 3 ما شدنيش أو ما كملتوش. أتمنى المسلسل ده يكون مختلف، وده اللي الواضح من الصورة والأجواء واللي هم شغالين عليه وعاملينه، فأتمنى المسلسل يكون قد التوقعات ويحقق نجاح كبير جدا جدا. ليش ما اختارنيش؟ تحبنيش؟ بس كده نكون وصلنا لنهايه الحلقه. اتمنى تكون الحلقه عجبتك. لو عجبتك ما تنساش دعمك ليا، تعمل لايك، تشترك في القناه، تفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد وجديد. كانت معاكم اخوكم اسلام، اشوفكم على خير الحلقات الجايه. سلام.